عايز تدخل مجال البزنس وعالم التكنولوجيا في نفس الوقت؟ فحكلمك اليوم عن تخصص نظم المعلومات الإدارية PIS. هو المكان اللي فيه بتتعلم كيف القرارات بتتاخد على أساس البيانات مش تخمينات. فكل شركة كبيرة وراها نظام ذكي بيخلي كل حاجة تمشي بانسيابية من وقت اتخاذ القرار إلى وقت تنفيذ أصغر مهمة. النظام ده مين اللي بيطوره ومين اللي بيصممه؟ خريجي نظم المعلومات الإدارية PIS. التخصص ده بيجمع بين قوة التكنولوجيا وفهم الإدارة، يعني مش بس تعرف تبرمج لكن كمان بتعرف ليش بتبرمج وكيف نستخدم ده عشان نحل مشكلة حقيقية في البزنس. هتتعلم كيف تحلل البيانات، تطور أنظمة ذكية وتدير قواعد بيانات، وكمان بتفهم احتياجات الشركات وبتقدم حلول فعلية مش مجرد أفكار. الدراسة في جامعات ماليزيا هتعطيك فرصة إنك تشتغل بإيديك وتطبق وتدخل مشاريع من أول السنة وسط بيئة تعليمية حديثة ومعامل أكيد مجهزة. وبعد التخرج والفرص بتكون أمامك في تحليل الأعمال وتطوير الأنظمة وإدارة المشاريع، أو ممكن تبدأ شركة التكنولوجيا الخاصة بك. فلو بتدور على تخصص عملي وأكيد مطلوب ويفتح لك أبواب في أكثر من مجال، فالBIS هو اختيارك الصح. وأكيد كالعادة إحنا في بايونير ممكن نقدر نساعدك تبدأ رحلتك، وأكيد حتلاقي الجامعة المناسبة ليك هنا في ماليزيا اللي أكيد حتكون تتميز في برامج دراسية قوية. سلام.